اتفاق رباعي بين العراق وتركيا وقطر والإمارات حول طريقة تنمية بكلفة 17 مليار دولار. والكويتيين من البارحة واليوم ما نايمين، يا ميناء مبارك اللي ما كمل للحين، ويا العراقيين اللي عرقلوا مينانا. حبيبي، ميناء مبارك مو مشروع اقتصادي، هذا مشروع سياسي. الغاية منه خنق العراق وحرمانه من تطور وزيادة موارده الاقتصادية الجديدة. فلا توهمون الكويتيين بأن العراق هو السبب. ثاني شيء، حتى لو كمل ميناكم فراح يصير عديم الفائدة بدون ربط سككي مع العراق، وهذا مرفوض عندنا العراقيين، لأن بنينا ميناء الفاو الكبير اللي رصيف واحد من عنده يساوي ميناء مبارك كله. ولازم تفهمون مسألة مهمة، وهي أنه العراق أقصر وأهم طريق من الخليج إلى أوروبا، يعني أكثر طريق اقتصادي. فلا تشغلون بالكم بأمور العراق العظيم، خليكم نايمين ومهتمين شلون تثبتون أنه الكويت فيها حضارة أقدم من العراق. وخليكم بالشغلة اللي تعرفوها، وهي صناعة المسرحيات والمسلسلات اللي تطنزون فيها على باقي شعوب الكرة الأرضية. ونصيحتي الأخيرة لكم، سووا ميناء مبارك مدينة مائية، لو شاليهات وأجروها للسواق والناس اللي راح تجي الميناء الفاوي الكبير. وتحياتي لكم ومع السلامة.